كلمتكم الاسبوعين اللي فاتوا عن الفتور الروحي وازاي يعملوا واتكلمنا الاسبوع اللي فات عنه. مش فاكرين انما خلينا نقول وان الملائكه السوء يعني حاجه لا انا مش هتجوز، انا مش هتجوز، انا مش هتجوز، لا صدقوني انا بشتغل مع واحد بيمشي كده ويقول لي ان انا في السوق يعني جدا حاجه مثلا بعض يبقى لي هدف الاسبوع ده بعيش عشان فبالي مش كلنا في نفس الهدف ونصلي لاجل ونصوم لاجل فنيجي يحصل الاسبوع ده ونتجمع مع بعض اسبوع ورا اسبوع لكن احنا بنعمل لكن مش جايين نسمع بعض مش ممكن اجيب الناس صوت مش مشكله بس بجد انا ببقى نفسي ان احنا الصوم ده اول يوم اللي اول الاسبوع انا مركز في الاسبوع ده انا هصير فيه عشان شفت بعيد كتير انا سمعت ان في خطوات هنعملها 1 2 3 بركز معلش فممكن يصدقني نعيش مع بعض وكده فالكل مش في الصلاه تطلبوا جديده واجتمعنا على شيء يحصل لنا يستمر فتلاقي واحد مش هيبقى واحد يقول هنعيش عشان تستقبل مصيبين لأبدا يستجاب وما يستجابش أو يجي على ربنا فركز مع بعض. أمين. النهارده بنتكلم عن التوبة. المفروض الأسبوع ده اللي احنا فيه هو بداية الأسبوع الثالث في الصوم الكبير اللي بيديه حد يحب التوبة. والكنيسة تحط له عنوان كبير قوي الأسبوع ده اسمه طهارة الجهاد الروحي. يعني ايه طهارة الجهاد؟ يقول مفيش جهاد طاهر من غير التوبة. التوبة هي الأساس. تقعد بقى جاهد وصلي تصوم واعمل لك وجاهد وأنت مش جاهد للأسف وأنا للأسف زي ما قال شاكر تبقى سمانا وحرص يعني كأننا مسبوقة من الصلاة مش واحدة وربنا يقول الخطيئات تصير بين بنت فرصة إذا صوت مسموع ولا صلاة مسموع ولا في حاجة مسموعة ليه؟ عشان ما فيش توبة. وأكبر مثل عندنا المثل اللي حطونا الكنيسة الأسبوع ده مثل الابن للضال وتحط لنا الكنيسة بقى عشان تفهمنا مفهوم التوبة يعني ايه توبة؟ نلاقي التوبة في مثل الابن 3 حاجات أساسية. رب المجد ضرب المثل ده عشان يفهمنا يعني ايه توبة. فنلاقي ان واحد التوبة هي الرجوع بمعنى إن مش الفكرة إن أنا رايح أبعد عن الخطيئة وأقول أنا تبت. لا مش هي التوبة. أنا أرجع لله. كتير بنقف في الخطيئة، كتير ما بنعرفش نقول، كتير بنتكلم منها، كتير بنفضل مهزومين لحظة بسبب إن أنا بجاهد إن أنا أسيب الخطيئة أبعد عن الخطيئة مش عارف. يبقى مش بترجع لله. سبب تأخير توبتي هي ان انا واقف مكاني تخيلوا معايا ان الله قاعد في الجوع اللي هو كان فيها بعد الكل اللي حصل فيه الجوع اللي حصل الفقر اللي كان كل اصحابه اتخانقوا عنه واحد يعيش مع وسط الخنازير اكل الخنازير نفسه مش لاقي حد يجيبه بقى في منتهى القذاره وقاعد بينام على منصه الدم وقاعد عمال يعمل في نفسه ويقول يا ريت ما كنت سبت أنا المفروض أرجع تاني بس أنظف الأول. إيه رأيك؟ هينظف إزاي؟ هينظف إزاي؟ ونلاقي أبص تاني بقى بص المثل بيوضحها إزاي؟ يقول أول حاجة عملها الكتاب ده قال إيه بقى؟ أرجع لله.
من دلوقتي وارجع هي دي مش التوبه ان انا احاول انضف عشان ارجع. احنا ماشيين لان التوبه هي الارتماء في احضان ومراحل الله. يعني تجد نفسك في مراحل بعيده. تخيلوا معايا التوبه لو كان في لحظه قال انا ابويا ده اسف وصعب، ولو ما مش كده كان واحد لو كان ابوه اسف وصعب وواحد وصعب كان بيعمل كان قاعد وهو قاعد يحسبها هيقول لي ايه بيعمل فيا ايه مش كده. وده كان خلاني ما يرجعلوش. ايه اللي خلاني اقوم واروح جاي كان بيعمل قضيه في السماء قدامك كان عارف هو عارف قد ايه ضمير، عارف قد ايه ابوه هيسامحه، عارف قد ايه ابوه حتى لما غلط هو كان معاه جوه البيت وقال له تيجي براسي بمنتهى البجاحه. طب ابوه قال له يا حبيبي اتفضل انت وانا مش عايز اقول لك حاجه بس انا كان نفسي انك تبقى معايا تتمتع معايا تعيش معايا بس انت اللي عايز تعيش معايا اتفضل. في حنيه اكتر من كده، في حب اكتر من ده. بالتالي لما جيت يرجع هو متاكد من نفسه هو قال ان ابويا هيجي ابويا اللي هيجي بالي. ودي الحته اللي دايما اعتقد فيها يقعد يشتكي فيها ربنا هيجي بالي. معقوله بعد كل اللي عملته ربنا هيسامحك؟ معقوله ربنا هيجي بالي يحسن اللي انت عملته؟ ليه؟ لان نفسك وحيد وبقول لك رحمتك يا رب ليس الخطويات. طب انا لما اقول لكم رحمتك يا رب ارحمني ولا تسيبني. ايه صحيح؟ مش طبعا. فمراحل الرب جديده كل صباح. اي جميله تغذيني ان انا صاحي الصبح النهارده انا مصدق ان مراحل الله شغاله جديده. هيرحمني تاني هيرحمني مع ان انا كنت امبارح وامل بس انا النهارده سامحني يساعدني يرحمني وهفضل بعد بكره اتمتع بعض بالمراحل بالايمان اللي جوه انا راجع بيه. ودي النقطه الجامده. يبقى اول نقطه التوبه هي الرجوع الله. نمره اثنين الثاني في المراحل. نمره ثلاثه عوده لحب الله السماوي. هو المعنى اللي هيغذيه وينظفه ويقويه ويغذيه ويرجعنا كان ليا سلطان ويرجعني لبيتي ومكانتي الاولى تاني. انا مش عارف اعمل حاجه الا لو ارجع بيتي جوه. والجميل في قصه الابن شوفوا مثلا الرب انتوا عارفين الابن الدكتور الصحيحيه لما مثلا مات الابن مش الابن قال حتى مثلا يعني هو بيشرح اللي في قلبه عن طريق مثل. فيقول ان الفضل بتاع الابن الدكتور لما ابنه مشي كان كل يوم يطلع يبص عليه استنى يرجع ويقول كده في المره اللي جايه فيها يقول ولم نظر من بعيد شافه جاي من بعيد راح عمل ايه؟ هو اللي كده ويجي عليه ويقول الكتاب بقى اول ما قابله وقع على عمره. عارفين يعني ايه وقع على عمره؟ مش العيل اللي غلطان اللي جه يتفرج كده على الدين يبص في الدين يقول سامحني. ده هو الاول لما شافه راح ماسكه وبغض فيه وراح رمي عليه وخده هو وحطه قعد يبص بصي قعد يقبله وقع على عمره وقبله فرح. ايه الحب ايه الحب؟ انا فعلا معقول وانا جاي راجع ربنا الاقيه هو اللي بيجي عليا واضح. ايه اتمنى تدريب مش هو اللي هيفيد هو اللي هيفيد ويمتعنا بالحب بالجد. وساعتها ادوق يعني ايه ابني هذا كان ميت وعاش. هو فرحان بالموضوع هو فرحان فين كنت بدور عليه اخيرا جيت رجعت كده تاني.
والجميل بقى ياخده يروح يطلب بقى المخدم بتاعه خدوه يلا بسوا الحله الاولى ده بيسوي ذات الدين حطوا في هذا الانسان يلا نفتح حاجه الانسان يلا خلوه يفتح بيجي عليه يفتح بعد ما ايه دي التوبه اللي صح. ايه اللي بيعطلك عن التوبه؟ أربع حاجات خلي بالك منها أنا هقولهم بسرعة عشان تخلي بالك منها إحنا عايزين نعمل الثلاثة دول اللي هم يبقى واحد أرجع نبني اثنين تدريبي في رحمة ثلاثة أرجع لحمة بيس طب إيه اللي يعطلني عن التوبة؟ إنت واحد التبرير الأعظم إنك تعصب بالناس إنك تقول أنا ما عملت كده أصلا عشان خاطر ما عملت كده غصب عني ما عملت كده عشان هو عمل أي مبرر بيخليك تعمل كده مش نبقى اثنين التأكيد حاول بعدين هرجع بعدين إن شاء الله لما نخلص مش عارف إيه إن شاء الله السنة الجاية أحد إن شاء الله السنة الجاية أبقى كويس مفيش حاجة اسمها كده أقوم الآية دي تقلل كل شوية تلاقي الدوبة بالبنت تلاقي المشاعر ما بقتش قوية زي ما كانت تتحول حتى تسميها مشاعر بصراحة ليه؟ بسبب الأكاكيل كانت المشاعر عقيمة وكانت مفتقدة قضية وكانت ممكن تكون بسهولة بس أنت ما استغلتش الفرصة حقيقية التأكيد ده هو بيعطل نمرة 3 الاستخدام والذهاب يعني نبقى نعمل خطايا دي بس نعمل الخطايا العادية مش حسبة عادية مفيش حاجة اسمها إن أنا أعرف أقول دي حاجة بسيطة من سنة البرمجية أنا الحمد لله ما بعملش خطايا كبيرة مش حاجة اسمها من أخطأ في واحدة استنى بكرة أخطأ لو أخطأت قلبي مش عارف الحاجة أنا واقف أخطأ لو مش عارف أسأل أنا واقف أخطأ لو يشتكي أنا واقف أخطأ ومفروض عني لو لساني أول على الحكاية استمرار أنا واقف أخطأ خايف إن إحنا نقعد فيها ولما نيجي نعمل فيها ما فيش حاجة الحاجات العادية لا دي مش عادية انتوا تستخدموا بالخطايا والكتاب قال كده خلوا بالكم من الخطايا الصغيرة المفسدة للقلوب في خطايا صغيرة كده زي الكعب الصغير يدخل الكعب يبقى هو يبهدل بسبب صاحبه كان يستخف بالخطية الصغيرة لا توب وقدم توبة وابعد لربنا وابعد عن كل حاجة حتى كانت شبه الخطية نمرة 4 آخر حاجة روح اليأس وفقدان النجاة ودي بقى كتير عندنا في رجل والصدمات الشيء بعيد حاولت تتكلم عنه مش محتاجه اقول الكلام ده كام سنه تيجي تصلي نفسك يعني تسمع نفسك يعني تاخد وتقول اعمل مش بتعمل والدنيا زي كده يبقى ما فيش لا الله لا يكتب ما بيحبش فيبدا احنا في الجهاد على ان اعيش مجالي ويستسلم هيجي يوم هرجع محمد ابويا وافتكر الدولة اللي انا رجعت ربنا اتريني في رحمه انا اتريني جوه فضل ساعتها انا اشتغل في الجيش على حياتي الطويله وبني جديد نعيش هذا الاسم واحنا فعلا بنرجع بس كل بعض بنتنطع بحول رجع قبل ما يرجع